عمرك حسيت بانك انت عامل كل اللي عليك وبتدعي ليل ونهار بانك انت مثلا الحاجة اللي نفسك فيها ان هي تتحقق، بس في الاخر بيحصل عكس ما انت كنت عايز؟ فبيحصل كده بسبب انك انت بتكون بتخطط لبكرة، وده غلط. علشان الحياة والواقع مش بيمشي بدماغ حد، الحياة مش هتمشي على دماغك. يعني انت مثلا كنت بتفكر بانك انت مثلا تتقبل في الشغلانة كذا اللي انت نفسك فيها، وفجأة تلاقي نفسك بانك انت ما اتقبلتش، او انت بانك انت تتجوز فلانة وما اتجوزتهاش او ما وصلتش ليها. فليه بيحصل كده؟ ليه؟ المفروض يعني ان الحياة حاجة تاني اصلا. يعني ربنا دايما بيختار لنا الاحسن، واحنا ممكن نبقى شايفين الاحسن ده في بدايته شر لينا، او احنا مش مناسبين للمكان ده. بس في الاخر بنكتشف ان ربنا اللي اختاره لينا هو دايما الصح. علشان انت مثلا لو انت مثلا الشغلانه اللي انت كنت بتحلم بيها وما اتقبلتش فيها، ممكن تكون كانت هتخسرك اكتر ما كانت هتكسبك. والبنت اللي انت كان نفسك انك انت تتجوزها ممكن تكون هي دي مش مناسبة ليك، مناسبة لحد تاني بس مش مناسبة ليك. ولو كانت دخلت في حياتك كان هيحصل مشاكل وخناقات، وكانت تبقى الحياة زفت 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 اكتر ما هي كانت، اكتر ما هي مش زفتة كده. فكان يعني ايه، ربنا دايما بيختار لينا الاحسن، بس بسبب ان احنا بجهلنا مش بنفكر ومش بنرضي نفسينا، ومش بنرضى اللي ربنا اللي كاتبه لنا. دايما بنبقى حاسين باننا احنا نستحق احسن من كده. لا مش ده اللي انا عاوزه، ده انا عايز كذا. انت هتتنك، انت مش تتنك على نعم ربنا. يعني ربنا كرمك بحاجة احمد ربنا عليها وقول الحمد لله. وانت المفروض عليك اصلا بانك انت تسعى وتجتهد وتسيب التدبير لرب العالمين. مالكش دعوة انت بالتدبير، ربنا هيدبر لك امورك ومالكش دعوة. واهم حاجة بانك انت تبقى زارع في قلبك يقين بان ربنا هيكرمك. مش تبقى مثلا ما زرعش في قلبك اليقين، لا تبقى اهم حاجه زرع في قلبك اليقين، علشان ربنا يكبر بخاطرك وما يكسرش بخاطرك. ودايما اسعى واجتهد على قد ما تقدر. تمام. ودوس على نفسك، ودوس وما تقولش مثلا بان الظروف مش مساعداني او الحياه مش متاهله. الحياه مش بترضي حد، والحياه مش ماشيه بدماغ حد، والواقع مش واقع وردي ويقول لك تعالى يلا نصحى يلا نحقق حلمنا والكلام، او ما فيش الكلام ده بيحصل. تمام. وما تقولش الظروف دي تاني، علشان الراجل لما يقول كلمة الظروف الكلام ده هيخلي تفكيره يروح لبعيد. مفيش راجل بيقول الظروف. وغير كده انت انجح ودوس على نفسك. وغير كده اصلا ابن خالتك ولا ابن عمتك اللي نجح ده احسن منك في ايه؟ احنا دايما نسمع الكلمة دي من اهالينا. احسن منك في ايه؟ هو عنده ايد ورجل وبقين وي وي، وكان بيقول لي الكلمه دي ابويا دايما كان بيقولها لي. هو عنده رجل وايد وبياكل وشخ وينام، انت وانت نفس النظام. هو قفل انت ما قفلتش ليه، هو عمل انت ما عملتش. دايما كنت بنسمع كده من ابهاتنا. يا حاج يرضيك يرضيك لا لا. سلام.